يا مساء الفل، مساء الورد، مساء الهنا والرضا والسعادة عليكم حبايبي. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. وصباح الفل لو بتشوفوني بالنهار، فانا بقول بمس عليكم لان انا بسجل لكم بالليل دلوقتي والفيديو هينزل بالليل. صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. اذكروا الله الا بالذكر لا تطمئن القلوب. تعالوا بقى النهارده يوم جميل، روتين روتين قوي كده ومتين، كله نشاط وطاقه ايجابيه. ودخلنا بقى على التقيل وهو المطبخ. هنعمل روتين قوي جدا، تنظيفه عميقه للمطبخ كده قبل رمضان عشان نستعد بقى كده ونجهز قبل رمضان، نشتغل في المطبخ وهو رايق كده وتمام التمام. تمام. صلتوا بنا على النبي يا اولاد عليه الصلاه والسلام. بصوا اول حاجه طبعا شلنا الحاجه كده من المطبخ الخشب. بصوا يا جماعه عشان محدش يتكلم ولا يعلق على المطبخ. مطبخنا قديم، عشان في حد دخل قال لي قبل كده مطبخك قديم قوي، لا ارميه في الزباله. طب انت مالك يا اختي؟ هو حلو وعجبنا وانا راضيه بيه. مطبخنا قديم بقاله 20 سنه بس احنا راضيين بيه الحمد لله. الدنيا بقت غلا نار، واللي عنده حاجه يحافظ عليها ويمسك فيها بايديه واسنانه. عشان اروح اجيب المطبخ ده، المطبخ بتاع اوضه ده عايز له 100,000 على ما اجيب مطبخ عدل يا ضناي. احنا راضيين، دي عيشتنا ودحنا والحمد لله، بنحمد ربنا ونشكر فضله. تمام. خلينا في روتيننا وخلينا في شغلنا. شلنا كل المواعين والحلل والكركبه اللي في المطبخ دي، ونضفنا بقى تنظيفه حلوه كده ورصينا حاجتنا تاني. عايزه اقول لكم بعد ما كنا بنرص كده كنا بنرجع نشوف المنظر العام كده من بعيد، فنلاقيه مش عاجبنا، فقعدنا نغير وندير ونحير كده فيه كذا مره لحد ما الدنيا ظبطت ورصيناه رص تمام كده، وخليناه فل كده منور، خليناه زي الفل ما شاء الله. اهم حاجه الحاجه تبقى نظيفه، ايدك فيها على طول، ما تسيبهاش كده وتركناها تبقى هتبوظ بقى وتترمي. يعني مش لازم الحاجة تبقى غالية ومش لازم نجدد، والله كل واحد على قده وعلى قد ظروفه وامكانياته، على رأي المثل اللي بيقولك على قد لحافك مدد رجلك. تمام. احنا الحمد لله راضيين يعني بعيشتنا وبحالنا والحمد لله. بصوا هنا عشان نمسح المطبخ الخشب ده ونلمعه كده ونظبطه عملنا ايه؟ سخنا شويه ميه كده حلوين ونزلنا فيهم بشويه بريل بتاع المواعين، وشويه حلوين كده حوالي معلقتين كبار مليانين من الكربوناتو، وكمان شويه خل. وبصوا بقى مسكنا الخشب بتاع المطبخ خليناه بيبرق تمام، مرشناه مرشه تمام كده عشان يبقى بيبرق كده ومنور وزي الفل، وتبان عليه النظافه بقى. ما تعلقوش على العصايه العوجال المركونه فوق المطبخ دي بقى لها عمر على المطبخ كده واضح ان دي كانت بتاعت حمايه زمان يعني، فعينينها ذكرى منه الله يرحمه بقى. تمام. هنا بقى بص المطبخ ما شاء الله بقى بيبرق زي الفل. وجينا بقى على الحيطه كده اللي هي ناحيه واحده بس، نص حيطه كده اللي عند الحوض اللي متسرمكه. طبعا السيراميك يعني برضو انتوا عارفين طبعا شقتنا قديمه وحاجتنا كلها قديمه، الحمد لله ربنا يديمها نعمه في حياتنا. اهم حاجه زي ما قلت لكم الستر والصحه ماشي، وراحه البال. والله ياما ناس معاها فلوس وبتجدد وهي ما شاء الله كل يوم تغير، ده تغير الموبيليا، ده تغير الديكور، ده تغير معرفش ايه، وبالهم مش مرتاح. بس احنا الحمد لله مش عايزين حاجه من الدنيا غير راحه البال والصحه والستر بس، مش اكتر ولا اقل من كده. تمام كده تمام كده. طبعا جبت بقى الورق الرول اللي هو السيلفر ده وفردته على الرخامه، وهتشوفوه الاخر ان شاء الله يعجبكم كده. بصوا شكله حلو قوي. طبعا انا دايما بغير فرشه الرخامه، ما بسيبهاش يعني فتره طويله. وهنا بقى تجربتي في غسيل بوتاجاز، في بس فيديو ما نزلش في المونتاج ما خدتش بالي غير وانا بسجل دلوقتي. انا كنت جايبه عشان اغسل بيه البوتاجاز، كنت جايبه تاتش. تجربتي مع تاتش ان هو يشيل الدهون. تاتش يا جماعه ما بيشيلش الدهون القديمه الناشفه بقالها فتره، لا تاتش بيشيل الدهون الجديده بس، يعني اللي ممكن تتشال بشويه ميه سخنين وشويه بريل وبس، يعني ملوش لازمه قوي، مش قوي قوي زي ما شفت عنه ريفيوهات كتير اللي هو قاهر الدهون تاتش. بصراحه زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز ما كان فيه العيون بتاعته، العين الكبيره اللي في النص واللي في الطرف برضو كان عليهم دهون قديمه كده وناشفه، فكنت كان عندي امل ان هو هيشيله بقى وينضفوا له ويخليه بيلمع ويرجعه لي جديد كده زي ما بشوف. والله هو ده الحاله اللي وصل لها البوتاجاز بعد الغسيل. فاحنا ان شاء الله هو اصلا يعني تقريبا الفرن بايظ ما بيولعش خالص، وبرضو في عينين كده بايظين ما بيولعوش او شعلتين ما بيولعوش. فان شاء الله بقى اما ربنا يكرمنا كده ويرزقنا ان شاء الله هنبقى نجدد ونشتري بوتاجاز تاني باذن الله.
تمام. اتمنى بقى لو حد وصل معايا لحد هنا متنسونيش في اللايك يا حلوين، ولو بتشوفوا قناتي لاول مره متنسوش تشتركوا عندي في القناه عشان تزودوا عيلتي الجميله اللي هتكبر بيكم ومعاكم باذن الله. بصوا بقى، نفس الرول السيلفر اللي انا فرشته على الرخامه، جبت منه كان باقي مني حته كده صغيره، قلت افرشها برضو على الازاز بتاع البوتاجاز. انا كنت فرشه عليه اللي هو الرول اللي هو الستيكر اللي بيبقى مرسوم ده او الوان ده، بس لما جيت اشيله ما طلعش كله. قعدت بقى ايه كل مره كل ما اجي اشيل اغير اغسل فيه شويه لحد ما بقى الحته الصغيره اللي انت شفتها في الاول دي، فبلزق عليه المفرش اللي هو الاستيكر السيلفر اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. وجبت كمان اللي هو مفرش البوتاجاز كده، اللي هو برضو السيلفر ده اللي هو الحراري. ده مفرش حراري، ده مش ستيكر على فكرة. طبعا كلنا عارفينه اللي هو غطا البوتاجاز ده، فخلي بالكم لان انا ايدي اتعور، صبعي اتعور والله وانا بفرشه، لان الطرف بتاعه حامي جدا كأنه سكينة شرطت صبعي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. تمام كده. تمام كده. يلا صليتوا بينا على النبي يا ولاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا صبع اهو بلفه بقى كده بمنديل لحد بقى ما نخلص شغلنا. وعايزه اقول لكم والله مرمط الدنيا من الدم بقى اللي نزل على الغطا بتاع البوتاجاز ده، بس مسحته بقى ونضفته تاني الحمد لله. طبعا بقى كده ظبطت الغطا بتاع البوتاجاز كده، وهاجي بقى قصاد العيون بتاعه البوتاجاز كده وبالسكينه الرفيعه دي، الكازلك رفيع كده، وقعدت بقى اعلم عشان اشيل ايه على العيون دي عشان الشعر بتاعته كده. تمام. فرشته وظبطته. نحط بقى الشعر بتاعتنا ونحط بقى الحوامل بتاعه البوتاجاز ويبقى كده تمام التمام كده. تمام التمام. طبعا شلنا التربو غسلناه، واحده من البنات خدته غسلته، ومسحنا الحيطه ورا البوتاجاز. هي نضيفه ما عليهاش دهون، بس هو عشان دهان قديم تحس ان هو مغمق بقى كده، هو اصلا عايز يندهن او عايز يصرمج بقى، فوالله الظروف ما تسمحش فدلوقتي حاليا يعني، فالحمد لله. والغسالة بتاعتنا برضو مسكتها كده برضو، مسحتها مسحة تمام كده، خليتها بتبرق وشكلها حلو ومنور زي الفل. والحيطة برضو بص وراها ما شاء الله ممسوحة ونضيفة زي الفل. يعني عملنا روتين قوي جدا في المطبخ. ودخلنا على الفريزر برضو بتاعنا كده، فضينا بقى الحاجات اللي فيه، وقلنا بقى هنغسله هو كمان بالمرة، يبقى كده ما عادش غير التلاجة. فدي بقى ايه، البنات هيبقوا نظفوها بعد كده مع نفسهم بقى، مش لازم بقى كل ما هنعمل حاجة هنصورها حاجة حاجة، احنا هنكتفي بكده يعني. باقي بقى ان شاء الله الفيديو الجاي هنفرش بقى الصالة، هنفرش السجاد اللي غسلناه وهنعلق بقى زينة رمضان كده، وهيبقى فيديو حلو ان شاء الله. فبس اتمنى منكم انكم تدعموني باللايك وتعليق حلو كده منكم عشان تشجعوني، وتشجعوني يعني بكلامكم الجميل، عشان بقى ان شاء الله نكمل مع بعض باقي روتينات وفيديوهات رمضان باذن الله، والايام اللي جايه دايما، ونبقى دايما مع بعض، وربنا يوفقنا جميعا يا رب. تمام كده. تمام. فضينا الفريزر بقى، خدنا بقى الادراج بتاعه الفريزر، هو نضيف بصوا زي ما انتم شايفين يعني. انا مش هشيل الرف في الازاز ده ولا حاجه، هو زي ما هو كده، وهنمسحه بقماشه مبلوله، وبعد كده هننشفه بقماشه ناشفه يعني. هنا بقى خدنا الادراج بتاعته وتحت الحنفيه كده وبالسبونشه ناعمه عشان ما يتخربش. السبونشه دي ناعمه قوي يعني، مش خشنه خالص عشان ما يخربش الادراج. وقعدنا بقى ننضفنا هنا الفريزر. ودي الدرجة هيك حطيتها كده على كوفرتة كده تتصفى، وبرضو لما تصفى نشفناها كويس ورصناها بقى، وعبينا حاجتنا تاني. طبعا الفاكهة كده مع بعضها والخضار مع بعضه، والفراخ بقى مع بعضها، والسمك يعني ايه كل درج في حاجة لوحدها يعني. بس كده بس كده خلصنا كده البوتاجاز، وخلصنا المطبخ الخشب، وخلصنا الفريزر والغسالة والتربو برضو. البنات راح بصوا هو المطبخ والله راق وبقى زي الفل ما شاء الله. الدنيا بقت رايقة كده لما بتتعبي وبتعملي حاجة بتتعبي فيها، بس بتعمليها بحب كده. في اخر لما بتشوفيها قدامك بعد كده اللي هي نضفت وبقى شكلها حلو كده، بتفرحي بنتيجة تعبك قدام عينيكي كده، انت شايفاها حاجة حلوة، بترتاحي نفسيا. بتدخلي بقى مطبخك تشتغلي فيه وانت مرتاحة نفسيا، والحاجة جنبك منظمة. احنا نظمنا بقى المطبخ كده، ده الاخر طبعا بقى بوريكم كده المطبخ بتاعنا بعد ما رصناه ونظمناه بالشكل ده. طبعا الضلفة دي قريبة من البوتاجاز، حطيت بقى جبت
المنظمات بتاعة المطبخ دي، حطيت واحدة فيها الزيت والخل والتانية فيها بقى الشاي والسكر والحاجات اللي هي ايه، النسكافيه والقهوة والحاجات المشروبات دي يعني. وده طقم كوبايات كده وازازتين كده كنت شاريهم عشان بقى لرمضان، يعني العصاير رمضان والمية وكده. تمام. والرخامة بصوا ما شاء الله بقت منورة وزي الفل ازاي. وكمان فرحنا بقى نفسنا كده وعلقنا بقى شوية زينة خفيفة كده في مطبخنا البسيط اللي على قد حالنا كده، عشان ايه نفرح كده ونفرح العيال بزينة رمضان ودخول شهر رمضان علينا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. بصوا بقى هنا ما شاء الله رتبنا الحاجة، بقت مرتبة والحاجة جميلة نظيفة والحاجة كلها زي الفل كده بقى. التقيل كله عدى كده. بصوا ما شاء الله الحاجة كده زي العسل. لما كان ما بيعجبناش الرصة كنا بنرجع نهد تاني. عايزة اقول لكم الفيديو اللي انتوا شايفينه في الروتين اللي انتوا شايفينه في فيديو مدته 12 دقيقة او 10 دقايق، ده والله العظيم خدنا فيه يومين شغل. لما تهد حنا بجد تعبنا والله يعني. عايزين يعني الفيديو ده يستاهل لايكات كتيرة جدا، عشان بنشجع بناتنا وبنشجع اخواتنا الصغيرين وبنشجع برضو كل يعني. بصوا اي واحدة كسلانة كده بنقول لها يلا تشجعي وقومي تنشطي وابدأي شغلك كده وخلصي شغلك وروقي قبل رمضان عشان يجي رمضان عليكي ما تتعبيش ما ترهقيش نفسك في الصيام. وكمان تدي ربنا حقه انك تصومي وتصلي وتقرأي قرآن. ف الروتين الهدف من الروتين ان احنا بنشجعكم وننشطكم، وانتوا كمان تشجعونا بدعمكم لينا وحبكم لينا، وربنا ان شاء الله كده يديمكم نعمة في حياتنا بإذن الله. بصوا بقى دي الزينة بتاعت رمضان اهي، حاجات جميلة وبسيطة كده حطيناها في المطبخ عشان برضو ايه ندخل كده كل نشاط وحب كده نعمل بقى اكلنا كده واحنا مرتاحين طول شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وتعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات يا رب. تمام كده.